الفيديو ده عن الهروب، واحيانا ان الهروب بيبقى احسن حل واسلم حل ان انت تقدر تعمله. مش عايزه اقول لكم انا الفيديو ده عشان اعمله عدته بتاع حوالي 50-60 مره كده، ده على اقل تقدير. لانه موضوع شائك جدا ومهم جدا لينا كلنا. في البداية بس عايزة أقول لكم إن نظرة الناس والمجتمع دايما للشخص اللي بيهرب من مواجهة موقف، أو إن هو يحل مشكلة، أو إن هو يواجه حد، نظرة وحشة. إن هو واحد جبان، واحد مش قادر يواجه، واحد ضعيف الشخصية. بس أحيانا بيبقى الهروب ده بيخليك تاخد خطوات لقدام، بدل ما أنت ترجع عشرات الخطوات وترجع مشوار مشيته. لما شفت فيديو عن كان بيتكلم عن ان هما ازاي بيصطادوا القرد، وان ازاي في الغابات القرد اللي هو صعب ان حد يقدر يمسكه ولا يعرف ان هو يحطه في مصيدة بيصطادوه. اكتشفت ان احنا سوري يعني شبيهين للقرد في حياتنا بالتصرف اللي هو بيعمله واللي بيخلي الصياد يعرف يصطاد. هما بيجيبوا زي جرة كده او بيتقال عليها بالبلدي زلعة ويحطوا جواها اكل، فالقرد بيدخل ايديه جوه الجرة او الزلعة دي عشان يمسك الاكل، فبيجوا عشان يصطادوه، فهو ماسك الاكل بايديه ومش راضي يسيب الاكل عشان يطلع ايده، فالجرة تقيلة مش قادر يتحرك بيها فبيمسكوه. هنا القرد كان قدامه اختيار ان هو يسيب الاكل ويطلع ايده، بدل ما هو متمسك وقافل ايديه على الاكل ومش راضي يسيبه، فبقى تقيلة ايده جوه الزلعة، مش عارف يشد الزلعة بالاكل ويطلع. لو كان اطلق صراحة، لو كان ساب الاكل كان ايده طلعت وهرب، فوقع في المصيدة. من هنا احنا نفس الموضوع، احنا بنتمسك بمشاكلنا، بنتمسك بالبلاوي اللي حوالينا وقافلين عليها، مش راضيين نسيبها، مش راضيين نبعد عنها، مش راضيين نتخلى عنها. فاحيانا بيبقى في التخلي تملك وانتصار، بس مين يفهم؟ احنا عاملين بالظبط في تفكير القرد في اختياراتنا في بعض الأحيان. لو كان القرد ساب الأكل كان هرب، كان احتفظ بحريته، ما كانوش اصطادوه. بالظبط لو انت تخليت عن الموقف المسيء ليك، او تخليتي او تخليت عن الزوجة او الزوج اللي بيهين او بيضرب او بيخون او بخيل او بيسيء المعاملة ليكي او ليك بتسيء المعاملة ليك، او ايا كان حياتك بقت احسن. لو كنت تخليت عن الوظيفة اللي فيها إهانة وفي الكرامة وفيها تضييع لحقوقك، كنت زمانك دلوقتي في حتة أحسن. لو كنت تخليت عن أشخاص بيؤذوك نفسيا وبيتنمروا عليك واكلين حقوقك واكلين كيانك وبياكلوا من صحتك وعافيتك النفسية، فكان زمانك بقى في حتة، وكنت اتحسنت 1000 مرة ومرة، وكنت ابتديت من جديد، وكنت كان ممكن ان انت خدت خطوات لقدام بدل ما انت عمال ترجع لورا خطوة واتنين وعشرة، علشان انت متمسك بحاجة بتحرق ايدك وبتخليك تقع في المصيدة وتغرق وتتخلى عن نفسك وتتخلى عن كيانك. احيانا الهروب أسلم حل، أحيانا التخلي والبعد أسلم حل، مش جبن ولا ضعف زي ما المجتمع ما بيقولك. طالما إن أنت من جواك واثق إنك أنت عملت اللي عليك وزيادة، خلاص اهرب، اهرب وابعد واشتري نفسك وما تعملش زي القرد. وشكرا.